مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نتشارك معكم الشباكية بمناسبة شهر رمضان الكريم. غادي نتشارك معكم شباكية بطريقة جديدة، طريقة سهلة غادي تسهل عليكم الشباكية باش ديروها، تجي زوينة كتجي رائعة. نبداو في المقادير. عندي كاس ديال الجنجلان مطحون مزيان، وعندي كاس لاروب ديال اللوز حتى هو مطحون، وعندي معلقه كبيره ديال النافع البلدي، وعندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، وعندي معلقه كبيره ديال القرفة، وعندي المسكة الحرة طحنتها مع شوية ديال سنيدة باش تطحن ليا، وعندي 4 ديال المعالق كبار ديال الخل، نستعمل صغير الخل عادي، وعندي كاس كبير، عندي كاس العنبة ديال الماء الزهر دفيت ودرت فيه شوية الخرقوم، اللي عنده زعفران شعره يدير شويه، واللي ما عندوش يستعمل غير خرقوم. انا استعملت غير الخرقوم البلدي. وعندي كاس ديال الزبده مذوباها مزيان حتى ولات على شكل الزيت، وعندي كاس الزيت مخلط، نص البلديه زيت البلديه ونص الروميه، عندي قبيصه ديال الملحه، وغادي نخلطهم مزيان، نطحنهم مزيان في هذا الخلاط، هذا الخلاط الكهربائي بحال هذه الطريقه هكا. نخلطهم مزيان. انا درت القوام ديال كيلو ديال الدقيق، عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، انا راني غربلته من قبل ودرته في الاناء ديالي. دابا غادي نخلط مزيان داك الخليط اللي عندي، وإلا شتا ما مازال خصها تزيد غادي نضيف فيه شويه ديال الماء، تما نص كاس ديال الماء دافي، وغادي نجمع به العجين ديالي باش تجمع ليا مزيان. وغادي نخليها، حاولوا تخليوها قاصحه العجينه ديال الشباكيه، السر ديالها هو تخلي العجينه قاصحه باش كتجي الشيشه. كتجي زوينه. دابا جمعت العجين ديالي وغادي نكورها بحال هاد الطريقه هكا، بحال الشكل ديال العجينه ديالنا ملي نكوروها، وغادي نديرها في الميكا، واحد الميكا باش تطلق شي شويه باش ما تعذبنيش في الخدمه، بحال هاد الطريقه هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. غادي نكمل بحال هاد الطريقه هكا، نسالي الكميه اللي عندي كلها. دابا غادي نطلق العجين ديالي بحال هاد الطريقه هكا، غادي نطلقها بالدلاك شي شويه ونولي نطويها، غادي نطويها على جوج بحال هاد الطريقه هكا، ونولي نطويها على الجهه الاخرى بحال هاد الطريقه هكا. شي ربع ساعة على ما ترخى شي شوية، وعاد نبدا الخدمة فيها. دابا غادي نبداو نطلقو العجين ديالنا بهاد الطريقة هكا، نطلق العجين ديالي مزيان باش حتى كتلصقني غادي نضيف شويه ديال الدقيق
الصباح الصباح على رزق